فقلت لكم طبعا على طاري الموضوع. فالإنسان يمر طبعا في الحياة بدروس كثيرة، يتعلم من الحياة هذه، يواجه الحقيقة، يواجه الغوى، ويتعلم عن أشياء كثيرة. فعلى طاري الموضوع هذا أنا طبعا نظمت بعض الأبيات البسيطة وهذه بعنوان الحقيقة والغوى، واللي قلت فيها: قال الفتى البداع يا زمن كثر فيه الغوى، ويا كثر من الناس بالناس صارت تغتوي، من كثر حقد الناس بالناس صاروا هوى، ومن كثر حب المصالح كل يجري بالمهوي، البعض عاد عطشان من البحر ما روى، والبعض ذاق كأس المر من بحره روي، والبعض عاد في خوض الحرب نوى، والبعض معتزلها يجمع الهنوي، والبعض من علومه تعلم واحتوى، والبعض من العلم للذرة ما يحتوي، والبعض من علومه تعلم واحتوى، والبعض من علومه للذرة ما يحتوي، والناس ما هي بالتقدير سوا سوا، ولا في الأخلاق والعلم والأدب تستوي، البعض متعلم وأخلاقه ترفعه للمحتوى وتجعله يفخر بنفسه بما يحتوي، والبعض ما منه فائدة لو عمره درس نينوى، والبعض لو درس تحت شجرة تعلم بهلوي، والبعض في كلامه وشجاعته يهزم لواء، والبعض مثل الجمل كم مرات يلتوي، والبعض لو دخلها النار ما قال آح واكتوى، وما همها الموت في الشدة ولا من يكتوي، والبعض يا حنيني حنين الذيب لا قد عوى، لا فائدة في الجرح ينزف والعوي، والبعض في أفعاله كلها خوى، والبعض في أفعاله وعلومه كلها خوي، والبعض ما همها الأعداء مهما كانت القوى تراه صدام في كل الميادين قوي، والبعض تلقاه صدفة جرحك دواء، والبعض ما فائدة منه والكثر الدوي، ويشين الناس بإعاده بسن الغوى، وعاده يسمع كلام الناس ومنهم يغتوي، يخطط في ليلته بأن يهزم الوقت، وفي الصباح تراه كلب راقد ملتوي. صح.